الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة النبوة. الحمد لله على نعمة القربى لله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي فتح لنا الآفاق وجعل لنا في هذا الدين سعة يصل الإنسان إلى أبواب الله سبحانه وتعالى بطرق متنوعة ومتجددة. وآيات القرآن فيها مفاتيح، وفيها كما العظات والعبر فيها السلوى والعزاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معنى كبير وآية محفوظة ومعروفة، ولكنها والله من أفضل الآيات سلوا وعزاء، ومن أمتع الآيات، وهي من أعظم المفاتيح. بالعربي البسيط ربنا سبحانه وتعالى قال لك عندك أي معصية كابسة على قلبك ما قادر تخليها، راجع صلاتك، صل كثير، صل بهيبة، صل بخشوع، بتعالج أي جريمة، بتعالج أي معصية، بتعالج أي ذنب، وليس مرة واحدة. ولكن هذه الصلاة ذات بعد وأثر ممتد لا ينتهي. إن الصلاة تنهى فعل مضارع مستمر عن الفحشاء والمنكر. الزول بيصلي في المسجد، لكن هل في المسجد في فحشاء ومنكر؟ وهذه واحدة من المؤشرات العظيمة أن الصلاة آثارها لا تقف عند هذه الجذر الأربعة التي تصلي فيها أي المسجد، ولكن أنت تصلي في المسجد فتأخذ الروح وتأخذ المعنى وتأخذ هذه المعاني والقيم من هذه الآيات التي صليت بها، وخرجت من الصلاة وخرجت من المسجد، وتحمل في طيات قلبك كل معاني التقوى ومعاني الروح ومعاني البعد والقرب من الله سبحانه وتعالى. تعرف كيف تبعد وتقرب، لأنها تعلمك كل شيء، فتستطيع من خلال الصلاة أن تجد لنفسك المساحة والربط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أن تكون متورعا متجنبا لكل معصية. اللي بيصلي صح ما بيقطع رحم، اللي بيصلي صح ما بياكل المال الحرام، اللي بيصلي صح ما بياكل مال الأيتام، اللي بيصلي صح ما بيفتن بين الناس، اللي بيصلي صح ما بيعق الوالدين، اللي بيصلي صح، وهكذا. إن الصلاة تنهى عن كل منكرات الدنيا وفحشائها. تهذيب، ترتيب، برمجة، تهيئة، استمتاع، إبداع في كل شيء عبر الصلاة. إن الصلاة قيمة تربوية مهمة لا بد أن نعيها، وعلى إثرها ومعها وبها نرتب بها حياتنا، أبنائنا وزوجاتنا وأهلنا وأولادنا على ذات المعنى. فإن الأمر عند الله كبير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما في أصلا عبادة فرضها المولى عز وجل مقدرة ومقدسة لذاتها، وإنما لحكمة تستوعب معها كل معاني الحياة، وهكذا كل الدين. يعني إذا رجعتم إلى شعيرة الأضحية مثلا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ارجعوا إلى الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي الحكمة التقوى. ما هي التقوى؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمنو؟ للمتقين. من هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده الصيام. يعني صمت وطلع القرش من جيبك حار، انت ما صمت. صمت وانت مكتم فلان وعاوز تتفشى في فلان وعاوز تغاضب فلان وتاخذ حقك من فلان، انت ما صايم. هذه هي العبادات، لها ابعاد واثر امرنا الله سبحانه وتعالى بادائها وفقا لهذه المعاني وهذه المفاهيم. لا بد ان نستوعب ان قيمه الصلاه في كلياتها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي التي تقودك. واي زول عاوز تقيمه وتقيم صلاته، قيم معاملاته، قيم تعامله بالدين، قيم فهمه. ولذلك الآن عند كثير من الناس هنالك انفصام في الشخصيات. كم من أناس يصلون في المساجد ولكنهم يخرجون ويرتكبون كل أنواع المنكرات دون تورع. معناه في خلل كبير في الصلاة، معناه راجعوا الصلاة، معناه الصلاة ما أخذت الهيبة المطلوبة في خشوعها وأركانها وواجباتها وأبعاد فهمها. لذلك ما حجبتك عن هذه المعاني من ارتكاب جريمة أو إثم أو تقصير في حقوق. فالذي يصلي أكثر الناس وقافا عند حدود الله، كيف لا وهو يصلي ويقرأ في القرآن؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ممكن زول يصلي ويقرأ الآيات دي ويطلع برا ويقول له ربنا قال والرسول قال والكلام ده صح والكلام ده غلط وما يستجيب، معناه ما صلى. هذه هي الصلاة، هيبة وعظمة ودورة تدريبية متكاملة. اللهم اجعلنا ممن أداها بحقها وبواجباتها وبخشوعها حتى كانت له حاجبا وحاجزا عن كل جريمة وعن كل منكر، بل وقادته إلى رحمة وسعة المولى عز وجل، فيبلغ بها منتهى جنة أو جنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا على حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم.